السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فيديو جديد على القناه بتاعتي يعني. كنت قاعده في امان الله، والله لقيت فيه اندومي كوري جالي، فقلت يلا نعمل عليه فيديو كده. مهم يعني انا عارف ان هو حرق جدا جدا يعني 2 اكس، يعني حاجه كده بالنسبه لي انا شخصيا، لا حاجه نار. فالمهم قعدت افكر بقى واقلب فيه يمين وشمال. المهم فكرت الحمد لله، قلت افتحه بقى واشوف في ايه جواه. لقيت فيه كيسين، كيس الاعشاب والكيس التاني اللي هو الصوص او الشطه، يعني ايا يكن. انت طبعا ادرى، انا اول مره في حياتي اجيبه بصراحه. المهم لقيت الموضوع يبقى صعب جدا، الكيس تقيل قوي. المهم قعدت افكر، ندهت لاولادي قلت لهم تعالوا يا حبايب قلبي هشارككم معايا في فيديو. قالوا في ايه يا ماما؟ قلت لهم هناكل اندومي كوري. موافقين؟ قالوا تمام يا ماما، ورحبوا بالفكره جدا. المهم قلت لهم تمام، سوينا الاندومي وبدات افضي الحاجات بتاعته كده. يعني حاجة كده رهيبة، الريحة أكيد واصلة لحد عندكم، ريحة الشطة نار نار. المهم يعني قعدت أفضي كده في البتاع وبتراجع وعمالة أندم وأنب نفسي إزاي أعمل كده. المهم علينا، قلت لهم بما اننا هناكل حاجه مشطشطه قوي كده، يلا نعمل بقى تحدي ونشوف مين اكتر حد هيستحمل وهيصمد في الموضوع دوت. قالوا تمام يا ماما، واحنا تمام موافقين جدا يعني. المهم قعدت اقلب كده وبرضو عماله افكر ايه اللي عملته في نفسي دوت، انا اول واحده هتراجع. المهم يعني قلبت كتير كده لحد ما خلاص دوبت الصوص الاحمر دوت في المكرونه. والحمد لله يعني ما كنتش عايزه اخلص تقليب بصراحه. المهم خلصنا وقلت لهم تعالوا، انتوا رحتوا فين؟ طلعت ادور عليهم لقيتهم مستخبيين وعايزين يتراجعوا هما التانيين. قلت لهم لا يلا تعالوا، احنا خلاص ادينا كلمه ولازم نبقى قدها. المهم يعني الحمد لله كملوا معايا، وبسم الله المكرونه بتعيط. طبعا قعدنا نشد من بعض بقى يمين وشمال، والمكرونه مش عايزه تطلع معانا، حاجه كده تخوف. من اول شوكه كنا بنعيط، اول شوكه بس كده كنا بنعيط. المهم يعني فضلنا نقاوح ونقاوح ونكمل، والحمد لله يعني قربنا نخلص الطبق الحمد لله. يعني تحس ان هو كبير جدا مش عايز يخلص. يعني صعب جدا. اعتقد انا اول واحده على الكره الارضيه كلها تجرب الاندومي الكوري. معرفش اذا كان في حد زيي ولا لا، لو في حد زي يعني يا ريت يقول لي. يمكن اكون انا مش عايشه في الدنيا يعني. فيعني كان الموضوع صعب جدا جدا جدا. فالحمد لله يعني بنكمل بقى التحدي بتاعنا وبنشوف مين اكتر حد استحمل. لقيت بصراحة سهيلة ومحمد استحملوا اكتر مني، انا ما كنتش قادرة، انا كنت بدأت افيص في الاواخر، بس هم قفشوني يعني. كنت باخد بالواحدة كده لكن هم لاحظوا الموضوع دوت وبدأوا يضحكوا عليا. المهم الحمد لله خلصنا، بس كان في كده شوية جبروت يعني، بنحب نراضي ضميرنا. خدنا شوية من الصوص اللي تحت دوت، وياريتنا ما خدنا، كان حاجة كده نار جهنم. والحمد لله قلت لهم خلاص ارموا المعالق بقى، ومش عايزة اشوف الموضوع ده تاني تاني ابدا ابدا. رمينا الطبق وبدأت الاقيه بقى جه في ايدي والدنيا اتدمرت معايا. معلش افتكرت بس طعم الاندومي. المهم لو الفيديو ده عجبكم اتمنى تحطوا لايك وتقولوا رأيكم، وان شاء الله يعني انزل لكم فيديو احسن من ده ومفيد اكتر. سلام.